السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي القناة الكرام ومحبي كرة القدم، أقدم لكم اليوم مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023-2024، والتي أسفرت عنها القرعة والتي أسفرت عن مواجهات من العيار الثقيل. نبدأها بمباراة أرسنال الإنجليزي والذي يستضيف بايرن ميونخ الألماني في مواجهة تقام يوم الثلاثاء 9 إبريل، وذلك في تمام الساعة 9 بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية والعراق وفلسطين واليمن، 8 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر. على أن تقام مباراة الإياب في ميونخ يوم 17 من نفس الشهر. وعن مواجهات الفريقين سابقا فقد شهد تفوق واضح للفريق البافاري، حيث تقابل 12 مرة في نفس البطولة. حقق بايرن ميونخ منها 7 انتصارات، وهذا يقلق فريق الأرسنال. وقد تأهل بايرن ميونخ لربع النهائي على حساب لاتسيو الإيطالي بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما الأرسنال تأهل بتخطي بورتو البرتغالي بركلات الترجيح. وفي نفس التوقيت يستضيف ملعب سانتياغو برنابيو معقل الميرينجي مباراة الذهاب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي. تقام المباراة الإياب يوم 17 من الشهر نفسه على ملعب مانشستر سيتي. تقام المباراة الساعة 9 بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء 9 إبريل، والعاشرة بتوقيت السعودية والعراق وسوريا وفلسطين واليمن، والثامنة بتوقيت تونس والمغرب والجزائر. وقد سبق أن التقى الفريقان في دوري أبطال أوروبا 10 مرات، تفوق فيها مانشستر ب4 انتصارات مقابل 3 انتصارات لريال مدريد، وتعادل في 3 مباريات. وهذه هي النسخة الثالثة على التوالي التي يلتقي فيها الريال مع السيتي حامل اللقب، والذي تمكن من الصقر من الريال وفاز ب5 أهداف مقابل هدف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، قبل أن يرفع كأس البطولة المرة الأولى في تاريخه إثر فوزه على إنتر ميلان الإيطالي بهدف نظيف في النهائي الماضي. أما المباراة الثالثة في الربع النهائي بين فريق أتلتيكو مدريد والذي يستضيف بروسيا دورتموند الألماني، تقام المباراة يوم الأربعاء الموافق 10 إبريل الساعة 9 بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت السعودية والعراق وسوريا وفلسطين واليمن، 8 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر. تقام مباراة العودة يوم 17 إبريل على ملعب بروسيا دورتموند الألماني. أما آخر مباريات دور ربع النهائي والتي تقام يوم 10 إبريل الساعة 9 بين باريس سان جيرمان الفرنسي مع فريق برشلونة الإسباني، وذلك يوم الأربعاء 10 إبريل 2024 الساعة 9 مساء على ملعب بارك دي برينس في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية والعراق وسوريا وفلسطين واليمن، 8 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر. وكانت آخر مباراة جمعت بين الفريقين قد انتهت بنتيجة 1-1 في إياب دور 16 من نسخة 2021، ليتأهل باريس بفضل فوزه في الذهاب 4-1. تقام مباراة العودة يوم الأربعاء 16 إبريل على ملعب لويس كومبانيس بمدينة برشلونة الإسبانية. من المعتاد أن تنقل مباريات دوري أبطال أوروبا عبر قنوات شبكة بين سبورت القطرية. يا ريت تقولوا لنا في التعليقات توقعاتكم لنتائج دور ربع النهائي، ويا ترى مين اللي يستحق منهم الوصول للنهائي. في النهاية أشكركم على المشاهدة، وما تنسوش الاشتراك ليصلكم كل جديد من أخبار ومواعيد مباريات كرة القدم العربية والعالمية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.